شفنا حياتنا شفنا معارك معجزة وتاريخ كله يحكي عن أغلى الإنجازات من سورنا ورا بالأزمان نسلمها اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس اللي هي صوركم الجديد. فيديو النهارده عن جمال عبد الحميد. قلت لكم يعني جمال عبد الحميد ده اكتر شخص بيعمل تعصب وفتنه، واكتر واحد غلاوي، واكتر واحد بيكره نفسه قبل ما يكره اي حد، او بيكره النادي الاهلي. زي ده بيفتري افتراءات على النادي الاهلي، بيقول كلام مش صح. اكتر واحد مضلل وبيكذب وينافق، بجد حقيقه بيكذب وينافق من الدرجه الاولى. يعني بيقول كلام مش موجود، كله كلام كذب في كذب في كذب، يعني كذب في كذب. يعني هو اصلا الاهلي عامل له عقده، يعني سنين ضوئيه عامل له عقده. الاهلي عامل عقده لجمال عبد الحميد سنين ضوئيه، سنين على طول. دايما بيقعد يتكلم عن الاهلي بطريقه مش كويسه وبطريقه غير محترمه. طبعا اصلا جمال عبد الحميد اصلا 100 وش متلون، ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدا اصلا في حياته. اصلا هو تلاقيه منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما لعبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل مشكله وعامل له عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في شكوى بجد، يعني بجد والله العظيم الفيديو ده طبعا منتهى التعصب والفتنه، وحاجه اصلا كلها مش موجوده على ارض الواقع، وكلها كذب في كذب. تعال شوف معايا كده. لا، هو وسام مهاجم كويس، بس انا بحط سيف الجزيري رقم واحد طبعا. يعني والله يا جماعه عبد الحميد، انت بتقول حاجه كوميديا وحاجه في منتهى، يعني انت عارف انت نفسك بتكذب، وعارف اصلا الحاجه دي مش موجوده اصلا على ارض الواقع، بس انت مصر ان انت تكذب. لما يطلع يقول نسيب الجزيري، مع كل احترامنا نسيب الجزيري لاعب الزمالك، بكل احترامنا ليه، تطلع يوسف الجزيري رقم واحد بعد اسامه علي؟ ده اللي هو ازاي؟ ده اسامه علي في فتره قصيره جه النادي الاهلي بقى عالي على اي مهاجم. دي حقيقه، مش عشان هو بيلعب في الاهلي بس، دي حقيقه. دي حقيقه، وسام علي افضل من سيف الجزيري. ما تيجي تقول له سيف الجزيري عمل سيف الجزيري مع الزمالك، ما بقى زي وسام علي في اللي هو تحركاته وبيجيب اهداف كده، مش زيه. ده هو في فتره قصيره عمل ارقام جامده ارقام بسم الله ما شاء الله كويسه مع النادي الاهلي. لكن تيجي تقول سيف الجزيري رقم واحد، انت عشان زملكاوي فطبعا مش عمرك ما هتقول كلمه حق، لازم تضلل وتنافي حتى لو ايه. هو كده دايما جمال عبد الحميد، ومش جمال عبد الحميد، كلهم كده عامه لازم يضللوا ويكذبوا، وعمرهم ما هيقولوا كلمه حق ابدا خالص. هم كده دايما على طول. فطبعا اصلا جمال عبد الحميد اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. جمال عبد الحميد اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم رايح للأهلي أنسى الهموم وارجع فرحان أهلي كسبان.